السلام عليكم. فهاد الأيام الأخيرة قصة طفلة غيتا قلبات مواقع التواصل الاجتماعي. كلشي كيهضر وكلشي كينشر وكل واحد عنده الرواية ديالو الخاصة. وسط هاد الفوضى خرج والد غيتا برسالة كتحاول توضح الحقيقة وكترد على الإشاعات وكتطلب شوية ديال الاحترام وشوية ديال الوعي. لكن هنا كيجي السؤال، واش فهمنا الرسالة مزيان؟ شنو كان كيحاول يوصل لينا الأب؟ وشنو خاصنا نديرو كمجتمع؟ في هذا الفيديو غادي نحاولوا نحلوا معكم مضمون الرسالة بهدوء وبدون مزايدات، باش نعرفوا شنو واقع وشنو خاصنا نتعلموا من هذه القضية. خليكم معايا. أول حاجة وضحها الأب هي أن السائق مازال ما تفرجش عليه. باش نكونوا أكثر دقة، يعني فاش قال مازال ما تفرجش عليه الحدود كتابة المنشور، لأنه خصوصا في الأول كانت الشائعات كتقول أن القضية تسدات وأن العدالة ما دارتش خدمتها، وداك الشي كامل غير صحيح. وهنا كنشوفوا أن بعض الناس مع الأسف كينشروا معلومات بدون تأكد، وهذا الشي كيأثر سلبا على العائلة وكيخلق البلبلة في المجتمع. ثاني نقطة أن الأب قال أن السائق ماشي هو اللي يتكلم على الفلوس. هاد التصريحات جاو على لسان واحد من العائلة ديالو، يعني خاصنا نفرقوا ما بين الكلام اللي كيجي من العائلة مباشرة وما بين الهضرة اللي كتنقلها مواقع أو صفحات بدون تحري. ثالث نقطة، وهذا الشي اللي فعلا كيألم، أن غيتا مازال كتعاني نفسيا وكتسولهم علاش عندها داك الشي في راسها، كتسولهم علاش عندي هاد الشي في راسي. وهنا خاصنا نوقفوا واحد اللحظة، راه بعض الجروح ماشي مرئية، والتعافي النفسي كيكون أصعب بزاف من الجسدي. وهذا الشي كيعلمنا نحسو بالناس قبل ما نحكمو ولا نزيدو نضغطو عليهم. رابع حاجة مهمة بزاف، الأب حذر الناس من الحسابات المزورة اللي كتطلب تبرعات باسم غيتا، حيت كان واحد الحسابات وخصوصا في تيك توك كيديروا الاسم غيتا، راكم عارفين المغاربة حنان كيتبرعوا بدون ما يتحراو على الموضوع بالضبط. ما كاين حتى شي حساب تابع ليهم كيطلب المساعدة، وهذا الشيء خاص يكون جرس انذار لينا كاملين. اي تبرع خاص يكون مصدر موثوق او حب، واي حساب مشبوه خاصنا نبلغوا عليه. وفي الاخير الاب طلب شويه ديال الخصوصيه وقال انه غادي يعتذر على الظهور الاعلامي. وهنا كنشوف واحد الرساله، ماشي ضروري العائله تبقى تجاوب على كل سؤال او تحضر كل بلاصه، حيت داكشي فيه الجهد والتعب النفسي اكثر من الجسدي. ختاما، هذه الرسالة ماشي غير دفاع على بنتو، بل فيها نداء لينا كاملين أننا خصنا نتحروا المعلومة ونحترموا الألم ديال العائلات، ونتعاونوا باش نحاربوا الاستغلال ديال القضايا الإنسانية. خليو لينا الرأي ديالكم في التعاليق، وشنو الدور ديال المجتمع في هذه الحالات هذه، وشنو ممكن نديرو باش نكونوا جزء من الحل ماشي من المشكل. وما تنساوش الوعي راه هو أقوى سلاح. السلام عليكم.